يعني انا كنت عارف الصبح، فاسمح لي ان انا اغش علشان انا محضر بيتش كده كاتبه. براحتك. تمام. مساء الخير عليكم جميعا، انا ياسر الألفي. النهارده بقدم فكره شركه بيراميد داينامكس، الا وهي ايه الهيدروليك اندستريال امباير الوحيده في الشرق الاوسط. مبدئيا كده خليني اعرف ايه هي الهيدروليك اندستري عموما. وهي 3 مين سيكتورز: صناعه المعدات الهيدروليك الصناعيه اللي هي بتبقى في المصانع، المعدات اللي بتبقى في المصانع زي المكابس والتنقيات وما الى ذلك. تاني سيكتور الهيفي ديوتي ايكويبمنتس، اللي هي المعدات التقيله بتاعت عربيات النقل والمعدات الحفر وكده، لوادر وحفارات وكلاركات. ثالث حاجه او ثالث سيكتور المعدات الهيدروليكيه الانتاجيه، ودي الكور بتاع بيراميد داينامكس. ايه هي المعدات الهيدروليك الانتاجيه دي؟ اللي هي الروافع الهيدروليك او لكل الاونرز بتوع العربيات بيستخدموها تقريبا، او مراكز الصيانه والعربيات بيستخدموها تقريبا بشكل يومي وبشكل دائم. واللي معروفه بالهيدروليك جاكس، او الاسم الدارج بتاعها في مصر الكواريك، الكوريك. لو عربيتك عطلت الكاوتش بترفع بيه العربيه. تمام. ومن هنا اسمحوا لي بقى ان انا احول البيتش من كونه سوليد بيتش لستارت اب عادي، ان هو يكون ستوري تيلينج. لان الشركه كان ليها يعني رحله صعبه على مدار السنه اللي فاتت دي وابعد يعني. الموضوع بدأ بوالدي، كان بيعلمني 48 سنة. الموضوع بدأ بوالدي، كان بيعلمني خبرة الصيانة بتاعته اللي هي 48 سنة، صيانة المعدات الهيدروليك في ورشة صغيرة. ومن هنا بدأت قصة المشروع يعني معايا، إني آخد الخبرة دي على مدار 10 سنين شغل معاه بشكل دايم أو بشكل متقطع. وبما ان يعني انا لقيت نفسي في الورشه بصنع تقريبا ما يتخطى ال 40% من قطع الغيار بتاعت المنتجات دي، بسبب الجاب الكبيره اللي موجوده في السوق، ان مفيش سبير بارتس، مفيش استيراد للمنتجات دي ولا السبير بارتس بتاعتها. فقلت ليه ما توسعش واخش اصنع بقيه ال 60% الباقيين اللي موجودين في البرودكتس دي، واكون اول مصنع في الشرق الاوسط. واحنا في الطريق قابلنا باريرز كتيره جدا، خلينا نبقى نتناقش فيها في اخر البيتش. بس الحمد لله اتغلبنا عليها وعملنا اول ام في بي، وهو كوريك تمساحه او التمساح اللي هو باربع عجلات. والحمد لله بينافس بشده يعني كل المنتجات المستورده من نفس الفئه. واحنا في الطريق برضو اكتشفنا ان الفئه دي من المنتجات ليها يعني عندها ماركت كبير قوي، او الماركت بتاعها كبير قوي. التوتال ادريسبل ماركت تقريبا 5 مليون دولار سنويا، مع زياده سنويه 7% كل سنه. وده وفقا ل اتش اس كود عملناه. ودي نفس الزياده السنويه بتاعت العربيات، يعني سوق العربيات. وده حمسني اكتر ان انا ابنتريت الماركت، مش بس اشتغل على كونسبت البي تو سي ان انا ابيع لاند يوزر وكده، لا ان انا اشتغل مع بكونسبت البي تو بي. واخدنا خطوات بالفعل في الاتجاه ده، وحققت نتائج كويسه جدا. نزلت السوق وعملت بروف اوف كونسبت للمنتج المصري، واختبرت اقبال السوق على المنتج المحلي. ونجح الحمد لله. كنا في معرض ماكتك 2025 السنه اللي فاتت على طول، وصلت لاكثر من 1600 اوردر طلب. انا ما كنتش لسه عملت المصنع، ما كنتش عملت اي حاجه، احنا نزلنا بس عملنا بوث في المعرض. وهبقى اوريك فيديو. الحمد لله يعني في المعرض جالي اكتر من 1600 اوردر على المنتج الاول اللي انا اخترته يكون ام في بي لينا. وطبعا في اوردرات تانية جات لي على يعني احجام ومنتجات تانية مختلفه، لان في اكتر من 15 برودكت في السيكتور ده
بلس ان الصناعه دي نفسها داخله في اكتر من صناعات، يعني اكتر من 5 او 6 صناعات تانية، منهم صناعه العربيات. ان احنا يعني اقدر من خلال الصناعه دي اصنع الباور ستيرنج بامب بتاعت العربيه، اوفر الصناعه دي محليه، اوطنها ان انا اصنع البريك، الفرامل بتاعت العربيه. وعشان كنت عايز اخد ماركت شير اكبر، تواصلت مع اكبر شركات موجوده في السوق، بس خليني يعني ما اذكرش اساميهم. تواصلت معاهم ان انا اصنع لهم يعني بكونسبت الاو اي ام بالسبيكس بتاعتهم. واحنا بنتفاوض في الفتره دي مع واحده من اكبر الشركات فعلا في السوق، واخدنا ابروفل بالفعل على الجوده والسعر. ومشكلتنا معاهم الماس برودكشن بس، يعني ان هم عايزين كميه كبيره ومتعودين على طلبيات كبيره جدا. وانا مش هقدر اوفر لهم في الوقت الحالي. حتى لو اخدت منهم ديبوزيت واشتغلت ووسعت البرودكشن لاين بتاعي، مش هقدر اوفر لهم الكميه اللي هم طالبينها. ملخص الامر باختصار شديد، احنا بنعمل ايه او بنحقق ايه وبنوفر ايه في السوق، غير التوطين، ان احنا وطننا صناعه ما كانتش موجوده في السوق. بالنسبه للمستوردين، انا بسهل الهاسل بتاع الكاش فلو. ان المستورد، الدوره الاستيراديه بتاعت المنتجات دي من الصين تقريبا بتاخد 3 شهور، على عكس الدوره التصنيعيه بتاعتي انا اللي هي بتاخد شهر، على حسب الكميه اللي هو طالبها. بلس الهاسل بتاع الجمارك والتخليص، الجمارك وكده. بلس هاسل وتكاليف التخزين. كمان المستورد لازم يطلب كميه كبيره جدا، يعني لو هو بيورد 3000 برودكت في الشهر، هو لازم يستورد تقريبا 50,000. وده بتبقى كميه كبيره جدا عليه علشان يقلل الكوست بتاعت الشحن في الوحده الواحده. تمام. بالنسبه للمستهلك بقى او الاند يوزر، انا بوفر ايه او هوفر له ايه؟ هوفر له سبير بارتس اللي هي مش موجوده. وده بيوفر عليه ان لو المنتج بتاعه باظ او في حاجه حصلت، بيضطر يشتري منتج جديد، يا اما بيروح لورشه صغيره بتصنع له، بيبقى بتكلفته قريبه من تكلفه المنتج الفعلي الجديد. ضمان فعلي لمده سنه، ودي عن تجربه، انا عندي بروتوتايب شغال بقاله سنه في عربيتي، ما حصلوش اي مشكله. اوكي. وسعر موحد ومناسب. موحد لان السوق، آه، آه، الشغل بيبقى ماشي ان في اماكن ريتيل بتاخد توكيل من شركه مثلا كبيره وتبيع باسمهم، وده بيبيع بسعر، وتخش عند المحل التاني بيبيع بسعر. لا، انا هوحد السعر. وطبعا الكواليتي هتفضل بنفس الكواليتي، اللي هي الحمد لله احنا بننافس اعلى كواليتي في السوق. وكلها 100% خامات، الرو ماتيريالز بتاعتنا كلها متوفره في السوق المحلي. لان يعني احنا في مستوردين بيجيبوا درجات رديئه قوي من المنتجات دي. الميشن بتاعتنا ايه؟ اننا نوطن الصناعه دي، ونخدم الشرق الاوسط كله، ونبدا نصدر. يعني نخش السوق المصري ونتوسع فيه، وبعد كده نبدا نصدر. الفيجن بتاعتنا ان احنا نوفر كل المنتجات الخاصه بالهيدروليك، يعني كل المنتجات التانيه احنا عندنا اكتر من 15 برودكت. بلس كل برودكت ممكن يبقى فيه 3 احجام منه. و ننافس طبعا باذن الله كوماتسو وكاتربيلر. والاستراتيجي بتاعتنا ان احنا، يعني انا عايز يبقى عندي اكتر من ريفينيو ستريم، بان انا ابيع المنتجات اللي انا بصنعها، واقدم خدمه صيانه، وفي نفس الوقت اقدم تعبئه وتغليف للزيوت هيدروليك، تبقى ريكومندد للمنتجات اللي انا بصنعها دي. شاطر قوي، يعني باين شاطر قوي. ربنا يعزك. ربنا والله يعزك شاطر قوي بجد. حبيبي. آه فدي بالنسبه لي حاجه انا مبسوط بيها، يعني ان انت اصلا معايا، يعني ده واحد اتنين. حبيبي شرف ليا. آه عايز انا متاكد اي حد تكنيكال او اي حد في المجال ده هو فاهمك، بس انا متاكد برضو ان الناس اللي هي العاديه اللي زيي ما فهمتش كويس. هو انا اصلا مش عارف يعني كوريك.
انا هوريه لك. انا هوري لك الايه. يعني انا هوري لك انت الكوريك. انت حاول تفهمني يعني. تاني حاجه، هو انت ايديشن، انت في مرحله الفكره، ولا انت اوريدي نفذت وعندك مصنع وتنفيذ وكل حاجه؟ اوكي. ده الكوريك. ده الكوريك. تمام، ده تصنيعنا، مش ده مش مستورد، ده تصنيعنا. ماشي. وبالفعل انا مصنع كل الاسطمبات، يعني هو علشان تعمل الحاجات دي لازم تعمل اسطمبات. تمام، انا اللي امم. مصنعها برضه. واحده من احسن الحاجات عندنا او اللي بنوفرها ان احنا بنعمل الماشينز بتاعتنا احنا. لان واحده من الباريرز بتاعت دخول ال- اللين المجال. ده ان انت لازم يبقى معاك بادجت كبيره جدا، لان المصانع دي الريفرنس بتاعنا اللي موجود في الصين تقريبا بمليون و200 الف دولار. امم. فعلشان هم عاملين فيرتيكال انتجريشن بيصنعوا كل ال دي التجربه دي. انا برفع بيه العربيه. انت مش مجمعني. تمام. يعني انت آه، انت بتصنع البتاع ده، انت بتصنع انا ده اسمه كوريك. بصنعه فروم A to Z. دي تجربته، وعامل الانوفيشن بتاعي ان انا عامل في سبيسر. انا مش عارف انت هتشوفها ولا لا. دي لزياده مدى الرفع 80 مللي تقريبا، لو طيب. معاك عربيه اس يو في او عاليه اه. تقدر ترفعها، وسهله الفك والتركيب، وتقدر تفكها ترفع بيها عربيه صغيره سيدان زي كده حلو. لو عربيتك واطيه شويه. طيب طيب تمام طيب. بلس. انا عايز اوقفك بما ان انا بدات افهم، فانا مبسوط. ثانيه. تاني حاجه تاني حاجه، انا مش عارف ليه انت الصراحه يعني ما تروحش شارك تانك. بجد انت تستاهل تروح شارك تانك نفسه، لان انت جامد يا ياسين. ربنا يعزك. ده دي حاجه. شهاده، بص. اه والله ده بجد. تاني حاجه، انت بتبيع كوريك. انا عندي هنا سؤال. بصنعه وببيع. العربيات الحديثه او العربيات اللي بتتباع حاليا بيجي معاها كوريك. مهم. ستوب ليه شيرنج اخد ولا بص؟ طب بص علشان ستوب شيرنج. خليني اوري لك فيديو ان احنا كنت انا مش زي ما بيقولوا مش شافف الكوريك، ولا عامل ار ان دي وخلاص وريفرس انجينيرنج. لا، احنا فروم سكراتش، يعني عاملين ستريس اناليسيز. بنشوف الحديد الاحمال بتتوزع عليه ازاي، وبنعدل الاحمال على نقط القوه بتاعته. مم. وانا هو فصلت. مش مهم خلاص. يعني انا فهمت يعني كوريك دلوقتي. دلوقتي انا العربيات الجديده بيجي معاها كوريك. ده واحد. بالظبط. اتنين، انا ليه اروح للكوريك بتاعك اصلا؟ وايه الفرق بينه وبين اي كوريك غير انه ده طيب. مصري 100%؟ طيب. تلاتة. انت بعت قبل كده ولا لا؟ نزل فيها بريك. بالظبط. بالظبط. ايه ليه الفرق ما ليه بين الكوريك ده وما بين امم. الكوريك اللي انا بصنعه؟ الكوريك اللي بينزل في العربيه اسمها حاجه، يعني حاجه اسمها سيسور ليفر. ده بيبقى كوريك مقص بتربط كده، بيبقى فيه ايفورت كبير قوي، لان هو بيشتغل على يعني الميكانيكال بوتنشال بتاعك انت، بتاع جسمك. بياخد ايفورت كبير قوي منك عشان ترفع العربيه. تاني حاجه، هو مش امان، لان السنتر بوينت بتاعته ان هو يرفع بيبقى ارتكازها على نقطه واحده بس، فبتبقى مش مستويه. تالت حاجه انه بيبقى ضعيف. رابع حاجه ان الارض وهي مش مستويه والعربيه مش مستويه على الارض قابل للكسر بسهوله. ثانيا ان هو بيبقى بيشكل خطر عليك انت، وهو ارخص حاجه ممكن المستورد بتاع العربيه يجيبها، وبتاخد اقل مساحه ممكنه جوه، مساحه تخزين ممكنه جوه العربيه. فعلشان كده بيجيبها وبيحطها في القطعه الفلين اللي بتبقى في الجنط دي. اوكي. تمام. اوكي. الفرق الكوريك بتاعي انا بقى، او الكوريك الهيدروليك عموما، الكونسيبت بتاعه ان هو بيشتغل بحاجه اسمها ستروك. الستروك ده بتحمل. انا مش عايز اخش تكنيكال قوي علشان انا راجل تكنيكال، بس المهم ان انت بتحمل ما جهد احنا صغير قوي. عايزك تبعد عن التكنيكال. عايزك تبعد، طيب. لان انت لو اول ما وريتني شكل انا عرفته. تمام. فاهم. احنا انت بتحط ايفورت قليل قوي. بيطلع لك قوه كبيره جدا. والفرق كمان ما بين المنتج بتاعي والمنتج اللي موجود في السوق، ان الكونسبت بتاع رفع الكوريك في العربيات رفع العربيه في الكواريك الموجوده في السوق. بيشيلوا حاجه اسمها تلت وتلتين. تمام. التلت
وتلتين، التلت بيترفع على الكوريك والتلتين بيبقوا على الارض. انا التجربه بتاعتي انا عملت تلتين وتلت، رفعت التلتين وسبت تلت على الارض، وقعدت اجرب سنه كامله المنتج بتاعي، ومفيش في حاجه اسمها الفيلير بيرسنت. الفيلير بيرسنت بتاعت الكوريك بتاع المنتج بتاعي ما تخطتش 8% اوكي بعد سنه استخدام. السنه اوكي استخدام دي انت بتنزل الكوريك تقريبا 40 مره 38 مره على مدار السنه كلها. انا لا، انا كنت رافع تقريبا 125 مره. اوكي. يعني انت اصلا اي كوريك في الدنيا ليه عدد استخدامات وبعدين كده خلاص ما عادش ليه لازمه. لا، هو مش ليه عدد استخدامات وما بقاش ليه لازمه، هو ليه عدد استخدامات بيفضل فيه الكومبوننتس بتاعته سليمه. اوكي تمام، انا الحمد لله اتخطيت الليميت ده في البرودكت بتاعي. طيب. يبقى احنا تاني سؤال. عرفنا كده ان لا، مفيش فرق، مفيش اصلا مقارنه ما بينك وبين الكوريك اللي بيجي مع العربيه. ده اصلا كوريك كده بدائي. بالظبط، انا طيب المقارنه مين اللي زيك في السوق في مصر؟ دايركت كومباتيتور مفيش، احنا عندنا اندايركت كومباتيتور. لا قصدي بيقدم نفس الخامه ونفس الكواليتي، وسعره ايه وسعرك ايه؟ هقول لك، احنا بننافس اعلى فئه في السوق، هي ارخص سعر واعلى فئه في السوق، اللي هي شركه اي بي تي. دي اشهر شركه موجوده في السوق واقوى منتج موجود في السوق فعلا في الوقت الحالي. واشهد لهم بده. الكواليتي بتاعتهم عاليه. السعر بتاعي اقل من سعرهم وبنفس الجوده. انت بتبيع بكام وهما بيبيعوا بكام؟ خلينا نبقى في اي هي وقت دي تاني. سر، ده سر ليه لا طيب؟ لا لا، علشان بعد كده انت هتتكلم في الكوجز، ممكن نتكلم في الكوجز والايباي ده، لا فنخلي ممكن كله ممكن ما اكلمكش، مش هكلمك في الحاجات ديت لان بالنسبه لي دي دي يعني مش الادفانسد. يعني دي بالنسبه لي ادفانسد، وانا دي ممكن نتكلم فيها واحنا مع مستثمر مثلا او اوف ستريم اكشلي. انا حابب ده يعني، عشان في اسئله مش حابب اسالها اون ستريم صراحه لايف. لكن انا بالنسبه لي، انت بتبيع كام؟ بتبيع بكام؟ واللي هو بيقدم نفس الكواليتي، هو اعلى كواليتي في السوق صح؟ المنافس بتاعك اي بي تي ده اعلى اي بيبيع بي تي. بكام؟ ولا دي اي بي تي معلومه مش حابب تقولها؟ لا لا، انا مش حابب، انا ببيع ب 1500 جنيه، اوكي. وده الاند يوزر. عندك اي بي تي بتبيع ب 1000. هو الفكره مش اي بي تي بتبيع بكام، الريتيل بتاعها بيبيع بكام، لان هي اي بي تي مستورده، اللي عندهم فروع واخدين وكالات، فاهمني. بيبيعوا ب 1650، اقل سعر ممكن تلاقيه في السوق من عند اي تاجر. تمام. وهو ده احلى كوريك في السوق بتاع اي بي تي؟ احلى كروت في السوق عندك في انت بقيت شركه. احسن منه، انت بتقدم جوده احسن منه. انا بقدم كواليتي مضاهيه ليه بالظبط. مضاهيه ليه بالظبط، مصري 100%. طيب مصري، رو انت مش ماتيريالز شايف مصري. انت مش شايف ان سعرك قريب ليه قوي؟ يعني فرق 150 جنيه. ما هو الفرق 150 جنيه، بس انت انا انت بنزل. انا هكمل سؤال. انت هو اي بي تي فرق بينك وبينه 150، بس انا لو هروح لاي بي تي عشان انا عارفهم بقالي فتره. بس انت لو لقيت واحد بيقول لي ان هو بيقدم لي نفس الكواليتي بس مصري، بيقدم لي فرق سعر محترم، لا انا ممكن افكر. لكن لو فرق سعر 150 جنيه ممكن ما افكرش. ولا انا ما غلطان؟ انا بفكر معاك. ما انا هقول لك الفاليو بروبوزيشن اللي احنا بنعملها، ان احنا بنحط السبيسر دي هديه مع البرودكت. تمام، تقدر تفكها وتركبها بسهوله. بلس ان احنا يعني واحده من الافكار الانوفيتيف اللي عملناها، ان الشنطه نفسها بتاعه الكوريك، احنا في ناس يعني، او مش كل الكاستمر سيجمنتس بيستخدموا الموضوع ده، بس في ناس بتستخدم يعني بتطلع تعوص والبر، او يغرز مثلا الشروق والاراضي والكلام من ده، ممكن يغرز. الشنطه دي بتقدر تستخدمها ان هي تزود السيرفيس اريا تحت الكوريك، بحيث ان انت تحطها تحت العربيه، بتطلع العربيه من الغرز بالكوريك، وتردم مكان الكاوتش، وبعد كده تمشي عادي في طريقك، بتطلع العربيه بنسبه تقريبا 65%. انا معجب بيك اولا يا ياسر. حبيبي. معجب باللي انت بتقوله وفخور قوي بالمنتج، فخور قوي. انا حبيبي، بجد انا ربنا نفسي يطلع يعزك. شارك تانك. يعني انا شايف ان انت اصلا معايا، ده شرف ليا انا، وشايف المفروض يطلع على ربنا شارك يعزك. تانك.
بس هنا ربنا السؤال، يعوضك. انت بعت قبل كده صح؟ انا بعت 12 قطعه 12 قطعه. بس، حلو قوي ما شاء الله. وانا مطلوب مني 1600، 1000 اكتر من 1600. مطلوب منك مطلوب مني عقد. مطلوب مني عقد او اي ام مع شركه اسمها شركه البركه، موجوده في التوفيقيه، لواحد من احسن واكبر المستوردين لاكسسوار السيارات، بعقد او اي ام 1000 قطعه شهريا. طيب هنا انا اكشلي عندي سؤالين. انت ليه مبدئيا ما اخدتش كده ديبوزيت كده. واشتغلت؟ لا. انت يعني انا مش عارف اقول لك ازاي، لان انا كيوسف انبهرت. والله انا مبهور قوي. كبهير انبهرت. آه انا عارف. مبدئيا كده هو في بارير جامد، في بارير جامد، لان انت بتقول انت بتنافس شركه. يعني لو حد شاف فكرتك على اليوتيوب عادي، مش سهل ان هو يعملها. ده واحد اتنين. فانا اصلا مبسوط قوي ان انا هنزل البتشايه بتاعتك دي على اليوتيوب. ليه؟ لان ناس كتير تشوفها، مش ناس كتير تشوف. يعني دي حتى بعيد عن الاستثمار وبعيد عن اي حاجه. تاني حاجه، انا بالنسبه لي سؤال مهم قوي: هل نقدر نقلل سعر 1500؟ ده حلو قوي. يعني لان شايف ان السعر، انت اصلا حتى لو انت نفس السعر 1650 زي اي بي تي، انت احسن منه. بس الناس متعوده على اي بي تي. عشان تغير سلوك الناس محتاج تدفع حاجه، محتاج. انا لا عايز اقول لك على حاجه. امم صراحه انا اشهد لاي بي تي بجوده المنتجات اللي بيستوردوها. امم تمام. فهي واحده من اهم الشركات اللي انا يعني بستهدف ان انا انافسها. انا بحب التشالنج عموما، امم بس هم اي بي تي من احسن الشركات اللي موجوده في السوق في الوقت الحالي. حتى انا يس. لما بيجي لي حد يعني في المكان بتاع والدي، بنصحه بيها، لان انا لسه مش عارف اعمل ماس برودكشن من طيب المنتج بتاعي. حلو قوي. طيب ازاي هتقلل السعر؟ ازاي اقلل السعر؟ دي خاصه بالسبلاي تشين. ان انا عندي مثلا في البرودكت ده 108 قطعه، 108 قطعه بالظبط. الكوريك عباره عن 108 بارت. تمام. لما بتزود يعني بتعمل ماس برودكشن كبير قوي، السبلاي تشين بيبقى تكلفه الرو ماتيريالز اقل. وتاني حاجه ان انت بتقسم الشغل بتاعك على اكتر من ورك سنتر، فكل ورك سنتر بتطلع لك انتاجيه اعلى. فده بيقلل معايا الاوبريشن كوست، بيقلل معايا الكوست بتاعه الرو ماتيريال، امم فاقدر من هنا اقلل السعر، وطبعا بالكابابيلتيز بتاعه الانفستور اللي هيخش معايا. طيب لو الانفستور اللي يخش معاك ملوش غير فلوس بس، يعني مش هيقدم لك غير فلوس. انا اقدر اشتغل في كل حاجه، لان هقول لك على حاجه. انا واحده من الحاجات اللي كانت بتواجهني في الاول في الاكسلريتورز والحاجات دي، ان انت فاوندر واحد. ايه المشكله في ان انا فاوندر واحد ومالتي تاسكينج؟ فاهمني؟ حضرتك ايه يعني؟ انا في الاخر خليني اقول لك انا درست ايه، فاهمني؟ وانا خلفيتي اصلا الباك جراوند بتاعتي ايه. بس ايه المشكله في ان انا فاوندر واحد؟ بس الحمد لله حليتها، وان انا شفت تيم بالفعل يشتغل معايا، وعلمته حاجات من اللي انا اتعلمتها. و... واشتغلت على ان هم يبقوا مستعدين وقت لما يبقى في انفستور يقول يلا نتوكل على الله ونيلا. اوكي. طيب انت هي انت هي هي- انت هو انت انا محتاج كام؟ فاهمهم. انت محتاج كام اكشن؟ انت محتاج رقم معين، ولا يعني محتاج رقم ما يقلش عن حق، ولا انت محتاج كام؟ هقول لك. ومحتاجه في ايه اكشلي؟ هي في دي لها فاريبلز كتيره قوي. يعني انا ممكن انا عندي 15 برودكت. انا عايز اعمل مكان ريتيل، ومكان اداري ومكان تصنيع. فانا ممكن اقول لك في البادجت مثلا اللي بتاعت ال 10 مليون جنيه، انا هعمل كل الكلام ده، وهعمل اكتر من ام في بي لبرودكت، اكتر من برودكت تاني. تمام. بحيث امم ان انا يطلب مني احضر برودكشن لاين للبرودكت اللي انا عملته. مش مطلوب مني خلاص. وفي جزء من الانفستمنت هيروح للار ان دي. تمام. هو جزء مش كبير، لان الحمد لله واحده من اقوى الحاجات عندنا ان احنا بنعرف نعمل ار ان دي بسرعه قوي.
وكمان احنا بنعمل على فكره انا نسيت اقول لك ان احنا بنعمل مانيفاكتشرنج للماشينز عشان اللي بتعمل عشان لنا. عشان 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 ده والله ده سؤال جاي لي، ده سؤال جاي لي فعلا. اقل رقم انت ما لو حد عايز يخش معاك، انت اقل رقم انت محتاجه. يعني مثلا ما حدش يجي يقول لك انا هديك 100,000 جنيه اكيد. ده استحاله استحاله، انا بقول لك الريفرنس مليون و200 الف دولار، مليون و200 الف جنيه. فانت دولار فانت اه. لو حد عايز يفكر يشاركك، هو يستارت بكام؟ يستارت واحنا بادئين قحط اه، واحد ويبقى واحد واحد عادي عايز يستارت بكام معاك؟ لو قحط تقريبا، علشان انا عملتها قبل كده، انا مش بفتي، انا عملتها قبل كده في ورق، تقريبا 4 مليون جنيه. اوكي، يعني احنا لو محتاجين، لو حد انت محتاج تشارك حد على الاقل ويخش معاك، مش اقل من 4 مليون جنيه. ال 4 مليون جنيه دي انت هتعمل بيهم ايه؟ هنعمل بيهم برودكشن لاين، اوكي. وهنعمل بيهم يعني انا عايز اخلي فيه ستوك، لان انا عندي مشكله حصلت في معرض مكتك ان انا بايع ومعيش معيش اصلا برودكت، فاهمني؟ وده كان يس. غلط، ده كان يس. غلط جامد قوي. بس الحمد لله اتعلمنا منه. ثانيا احضر للاستراتيجي بتاعتي اللي انا عاملها، ان انا عامل كل كوارتر ان انا عايز انزل برودكت جديد كل كوارتر، او على الاقل سايز جديد من البرودكت اللي موجود بالفعل في الوقت الحالي كل كوارتر. و اعمل تريننج، لازم هعمل تريننج علشان الصناعه دي مش موجوده في السوق، مفيش عمال، مفيش عماله تعرف المجال ده خالص. امم. بلس ان انا بسم الله، في بسم الله. حته في حته كده للماركتنج، في انا برودكت. شايف انت الحاجه الوحيده اللي ممكن اقول لك فيدباك اللي يعيبك البراندنج الماركتنج. انت آه، ال- بس دي حاجه طبيعيه، انت لسه بتبدا. خليني لا 14 يوم. وانا عن نفسي لو ما قدرناش ان احنا نجيب مستثمر، إن احنا اي ثينك ان احنا محتاجين اوراق الشركه تخلص ونطلع على شارك تانك بجد. يعني انا مش شايف في حاجه ناقصه يعني. هقول لك الكرايتيريا بتاعتنا وده كان سؤالي مختلفه. على فكره، ده كان سؤالي، لان هنا انت ليه ما فكرتش تاخد كارد من البنك وتبني الكلام ده، طالما هتعرف آه، تبيع، طالما هتعرف انا انا تبيع. انا انا اوريدي بايع، وانا رافض مبدأ اللون بشكل قطعي، ان انا اخد قرض او اشتغل باي حاجه ربويه، ان انا ما اشتغل شاء الله. مع يعني الربا، فاهمني؟ حرب مع الله ورسوله قطعا. فلا انا عندي مصدر رزق تاني هعرف لما اتسأل عليه انت ما اشتغلتش ليه وليه رحت عملت حاجه حرام، فاهمني؟ لا انا اعرف اشتغل بحاجه قليله واكسب قليل من حاجه تانية، فانا مرضي اوكي، طيب هنا السؤال. طيب آه نصيحتي طبعا احنا محتاجين نخلص ورق ال الشركه، بس نصيحتي برضو التانية، انا شايف شارك تانك برضو برنامج مناسب جدا، لان انت باختصار شديد هتخش، انت طالب ايكويتي معينه. انا عايز 4 مليون مقابل 50 ل 40 30 المية ايا كان. فدي ما فيهاش اي حاجه ربويه. لا هي ما فيهاش اي حاجه ربويه، بس يعني انا خلينا نخوض اكتر في الموضوع ده في اوف ستريم. بس هو يس. في انفستورز بيبقوا مثلا شغالين في قطاعات زي فاليو وكده، ودي اصلا شركات قايمه على مبدأ ربوي، فاهمني؟ امم. ف اي حد بينفست في حاجه زي كده انت عارف مصدر الفلوس جاي منين، فاهم؟ او الفلوس فيها حاجه، فلا. وجهة نظر. بس انت نوعا ما لو حد جالك انت مش هتساله انت جايب فلوسك منين، صح ولا هتساله؟ لا لا لا، بص هو ان انت يعني انت المفروض ما تتتبعش عورات او مشاكل اخوك المسلم. بس آه، اهم حاجه ان احنا في شرط اساسي في العقد، ان احنا لو الشركه هتقفل لا قدر الله مش هاخد قروض. طيب عندي سؤال. اتفضل. اكشلي لو انا ديبر باكت، لو انا معايا فلوس كتير، انا ليه ما اخشش واعمل اللي انت عامله؟ نخش بقى للبيج بتاعه الباريرز اوف انتري.
بص رصهم لي. عشان بص في واحد بص دلوقتي محمود اكشلي سأل السؤال ده، بيقول لك يا جو شارك تانك عندهم ورش عملاقه لتشكيل المعادن، ليه يدفعوا له؟ ايه المميز؟ هقول لك ليه. لان لازم الفاوندر او اللي بيصنع منتج زي كده او اللي بيشتغل على البرودكتس دي لازم يبقى دارس على الاقل البيزكس، ودارس او في حاجات لازم يتعمق فيها في الميتالورجي انجينيرنج، وخصوصا الكاستنج اند بورنج، والميكانيكال انجينيرنج، والهيدروليك انجينيرنج، والاندستريال انجينيرنج، بلس ان هو يبقى عنده اكسبيرينس تقريبا لا تقل عن 7 سنين او 10 سنين زي اللي عندي في الانفستر الهيدروليك الانفستر مينتيننس. الانفستر بفلوسه هيجيب واحد عنده الاكسبيرينس دي. هيجيب واحد عنده الاكسبيرينس دي في السيكتور ده، في يس. اللي هو الميتالورجي. تمام. وهيجيب واحد في الميكانيكال، وهيجيب واحد في الهيدروليك. تمام. يس. لكن مش هيجيب واحد مجتمع فيه الحوار الموضوع ده كله. وانت لازم علشان تعرف تطلع ببرودكت موجود في السوق على ارض الواقع كده، لازم يبقى عندك دي مجتمعة في شخص واحد، لازم يبقى فاهم منين بيودي فين. فاهمني؟ لازم مم. يبقى مؤسس صح، لازم يبقى عامل انت عندك مثلا، انا عندي 9 رو ماتيريالز، 9 انواع من الرو ماتيريالز. بس دي حاجه برضو يا ياسر ما تمنعنيش ان انا اخش نفسك، عشان اكون صريح. تاني حاجة ان انت الكوست اوف انترنج او بنتريتنج الماركت. انت اولا انت عندك كوست كبيره جدا عشان تبني مصنع، لان انت اول حاجه الانفستور بيفكر فيها ايه الريفرنس بتاعك. فطب الريفرنس بتاعي مصانع في الصين، طب المصانع اللي في الصين دي بتشتغل ازاي؟ فيروح يدرس البرودكشن لاينز اللي هناك، هيلاقي الكوست عاليه جدا. انا بكلمك تقريبا فيما لا يتخطى ال 10% من سعر تكلفه بناء مصنع من هناك. فاهمني؟ مم. طيب، بلس كمل اتفضل. كمل. بلس ان احنا يعني الديزاين نفسه اللي احنا عاملينه، عاملين ديزاين ماتشنج السوق، متطلبات السوق. انا عندي مم. خلفيه 10 سنين في السوق في الصيانه، فانا عارف الاعطال بتيجي فين بالظبط، انا عارف المشاكل بتيجي انت لمين خريج من ايه يا عندي. ياسر؟ انت خريج ايه؟ انا محامي مقيد في النقابه، مقيد في اوكي. نقابه انا المحامين بقالي 3 فكرتك سنين يعني اصلا طب انت ايه علاقتك بالمجال ده كله؟ اكسبيرينس 10 سنين بقى مع الحاج. اوكي. طيب، انا حاسس ان بلس الباريرز. قول لي. لازم يبقى عندك ليس ماشيننج اكسبيرينس، اللي هي الخراطه. لازم تبقى عارف خراطه، ولازم تبقى عارف ماشيننج او ماشين ار ان دي وديزاين. لازم تعرف تصنع معدات. فاهمني؟ لان انت بتحتاج سبيشال ماشينز علشان تعمل لك المنتج ده. ايوه، بس انا لحد دلوقتي مش مقتنع. انا لو دلوقتي واحد مستثمر او واحد غني معايا فلوس كتير، انا لحد دلوقتي مش شايف بارير. انا هدور على ناس. وعلى فكره، هي مش عيب ان انا عندي يكون شخص كذا شخص بيقدم ده. بالعكس، احيانا ان شخص واحد هو اللي بيقدم كل ده، احيانا ده هو اللي بيبقى العيب. لا، ما هو انت في حاجه اسمها ديليجيشن يعني انت اللي انت اتعلمته هتنقله. فاهمني؟ انا فاهم انت تنقل. لا، انا اقصد ان انا ستيل ايه البارير لشخص دي بيك باكيت. ان هو انت دلوقتي في البدايه، انت اكشلي لسه انت بعت وهتبيع ومعاك عقد ب 1600 قطعه حاجه زي كده، لكن ألف. 1000 قطعه ده رقم كبير برضه ستيل. ف... ف... فانت لما تيجي تقول لي يا يوسف يوسف، هو يوسف خلينا نفترض ان هو غني قوي، هيدخل ينافسك. انا ما بفهمش في المجال انا اصلا ما كنتش عارف يعني كوريك، وبس هجيب ناس بقى بتفهم في الموضوع ده وعاملين ده والكلام ده. خش يا باشا نفسه اسر. مش هقدر ولا لا؟ آه، ممكن تقدر تصنع، لكن مش هتقدر تبيع. ليه؟ لان انت عندك اصلا ناس مسيطرين على الماركت شير. يعني يعني في واحد، طب كل واحد واخد ماركت اشمعنى شير. انت هتقدر تبيع؟ كونكشنز. ليه انا هقدر ابيع؟ هو كونكشنز بلس ان انا عارف الاند يوزر عايز ايه. فانا هعرف اخليك انت كمستورد مثلا، هديلك اللي الاند يوزر بتاعك عايزه. فاهمني؟ لان انا بسمع صوت اللي من تحت، هو بيبص لها من فوق. فاهمني؟ اوكي.
طيب فانا عارف البيراميد كله. طيب يعني انت هي علشان بالنسبه كده لك. اتسمت بيراميد على فكره، ان احنا عارفين البيراميد من ساسه لراسه، فاهمني؟ اوكي اوكي. طيب آه يعني انا بلس ان بالنسبه انت لي. السبلاي تشين صعب قوي ان انت تجمع كل السبلايرز دول، مم. طيب فاهمني؟ انت لوحدك لحد دلوقتي مفيش حد معاك؟ اه لا، انا كان معايا حد بس فضينا الشراكه. اوكي. والسبب آه علشان لو يبقى واضح لاي انفستور، يعني ان هو انا يعني برضو توصلنا لعدم توافق اداري بسبب حوار الشرط بتاعي ان انا مش عايز اي قروض او مش عايز اي او حاجه. اي حاجه ربويه. مهم. لكن فيما طيب. بعد طب انت ازاي اصلا مضيت على عقد هتبيع فيه ما 1000 مضيتش قطعه؟ على عقد، هو منتظر ان هو يجي مصنعي، وانا مش هقدر ابيع له دلوقتي من مكاني، لان انا علشان اعمل اول بروتوتايب اساسا، يعني انا عامل ام في بي غير البروتوتايب الاولاني خالص. انا عملته في اكتر من 13 ورشه، عشان ما حدش يبقى عارف النو هاو بتاعت التصنيع، مم. بلس ان هو صناعته صعبه جدا. ايوه ايوه، يعني انت ال1000 دي خلاص انت هتبيعها ولا لا؟ هبيعها بمجرد لما الراجل يشوف مصنع. هو انا قلت له طب انا عايز ديبوزيت، فقال لي طيب ماشي بس نمضي العقد، فعايزين نعمل ورق. فحتى لو اخدت مني الديبوزيت هيبقى تقريبا من 20 ل 30% الكلام ده من من امتى؟ من الكلام ده الكابيتال. من امتى؟ الكلام ده على تواصل دائم انا والتاجر ده، لان يعني كان في ما بيننا طيب هو يعني. ليه التاجر ده ما ليه عايزك انت او عايز الكوريك بتاعك ما يروحش يجيب الكوريك من الاي بي تي؟ علشان لا، لان هو اصلا مستورد مش تاجر. هو عايز ياخد الكوريك بتاعك ويورده او ويصدره. لا، هو بيستورد من الصين، تمام. فانا اه اديت هو له بيبيعه في مصر. بالظبط، فهو فانت بقى عايز عايز ياخد الكوريك بتاعك ويبيعه هو. اه بس اعمل له سبيكس معينه اللي هو يعني نظام الاو اي ام يعني. بالظبط بالظبط، اكنك انت هو تاجر عايز يبيع، فانت هو اوريدي بيشتري كل فتره بالظبط. وشاف الكوريك بتاعك وعجبه. بالظبط، واداني اوكي الابروف كمان على الكواليتي، الحمد لله عاليه جدا. اوكي هو عاجبه جدا الكواليتي ومتمسك بيها يعني. اوكي. هو يعني انا انا عندي 4 ريفينيو ستريمز، ها عشان تبقى عامل طب حسابك قولهم لي ان قولهم لي قولهم لي قولهم لي. السبير بارتس، تمام، ده واحد من اهم الحاجات اللي هشتغل السبير عليها. بارتس، حاول تشرح الموضوع مش تكنيكال قوي. ان يعني هو ان هو السبير بارتس، ان انا عندي، انت عندك 108 قطعه، لما بيبوظوا ايه اللي بيحصل؟ انت عندك الاساسيين هم 45 قطعه بس، دول اللي على طول بيبوظوا، تمام. ال 108 بيتقسموا يعني، فمش موجودين في السوق. يعني انا اشتريت منك كوريك ممكن في صيانه من الاخر، بعمل فيه في صيانه، حاجه اتلفت، بروح انا اغيرها. لا، تيجي تغيرها عندي، لكن انت لو الحاجه كده دي عاده هترميها. بتبقى بسعرها كام؟ اصل هو الكوريك كله على بعضه ب 1000 ونص، ايه الحاجه دي سعرها عامل كام؟ في حاجات بتوصل ل 800 جنيه عشان تصلحها. طب ما اشتري كوريك جديد. بالظبط، ما هو ده اللي انا بنافس فيه، ان انا البرودكشن البرودكشن ماس بتاعنا هيخليني اعمل سبير بارتس رخيصه، لان انا كده كده اوريدي بعمل كواريك. ف امم هياخد بقى بدل القطعه من 600 جنيه، لا هياخدها مني مثلا ب 300 جنيه، فاهمني؟ فاهم. فدي فيها فرق شاسع، يعني وصل لاكتر من 90% توفير، او اسف 80%. اوكي اوكي. طيب كمل باقي الريفينيو. المينتيننس، الصيانه عندي المينتيننس، انا طبعا هوفر لك مينتيننس بضمان، هتوفر فاهمني؟ ضمان. هوفر ضمان على المينتيننس، وهو غير ان انا بوفر ضمان فعلي على البرودكت نفسه اللي انا بايعه. ماشي. وقليل اللي بيشتغلوا مينتيننس والمنتج بتاعهم، المنتج بتاعك انت يعيش من تحت ايديهم يعني، فاهمني؟ مهم. لازم تقعد تصرف كل شويه، بتصرف، عارف بيقول لك بتسرسب الفلوس. هو كده لغايه لما تلاقي نفسك يعتبر كنت اشتريت كوريك تاني. وطبعا البرودكت مانيفاكتشرنج اللي انا هصنع وهبيع، والتعبئه وتغليف الهيدروليك اويل يعني، لان في قطاع كده ما بيخدمش في الزيوت يعني، بافكار حاليا جديده.
حاليا يا اسر انت بتبيع لاشخاص ياسر. كونسيومرز. ياسر انت بتبيع لاشخاص عاديه. يعني انا كيوسف عايز كوريك هروح طالب منك، لان انت ما تقدرش تنتج باحجام بارقام كبيره. يعني ما تقدرش تنتج 100 200 قطعه مثلا، ولا انت حاليا بتقدر تنتج؟ يعني بتنتج القطع في قد ايه دلوقتي؟ بص، انا دلوقتي وقفت انتاج تماما، وقفت لان اصلا؟ لقيت ان وقفت انتاج تماما، لانه انا عندي طلبات كتيره جدا. طيب انا علشان اصنع واكسب، يا اما اكسب يا اما اخد البروفيت ده يعني اعمل بيه فيرتيكال انتجريشن. امم. فاهمني؟ بحيث ان انا البروفيتابيلتي بتاعتي تبقى تزيد. يس. فاهمني؟ مش مهم اكسب في اول كوارتر، مش مهم اكسب في اول نص سنه، مش مهم اكسب في اول سنه. المهم ان انا بعد سنه عندي الاسيتس اللي انا عايزها، عندي قاعده جماهير كبيره، عارف اوصل كده. اوكي. بس يعني انت واقف دلوقتي ان حد يخش معاك يشارك؟ بالظبط. العملاء موجودين، المنتج النو هاو بتاعته موجوده، الماركتنج بلان جاهزه، عندنا الفاينانشال بلان جاهزه، او عندنا فاينانشال استراتيجي لسنتين ان احنا نشتغل ازاي. هو طبعا القدر بيد الله، بس احنا عندنا فاينانشال بلان للجروث استراتيجي بتاعتنا. طب لو انت حد دخل معاك وساعدك، سوري مش ساعدك، يعني مش مساعد، استثمر معاك بقى شريك معاك، آه وبعد سنه لا قدر الله ما حسيتوا الموضوع فاشل. اتس possible. حاجه ممكن تحصل. او مش الموضوع فاشل، انتوا بتخسروا ساعتها. يعني ايه ايه الاكزيت هتعمل ايه؟ استراتيجي؟ لا مش اكزيت استراتيجي، هتعملوا ايه؟ بص، هو او انت الموضوع هتعمل ايه؟ لان انت السي او بتاع الشركه، هتعمل ايه؟ الموضوع في الصناعه ما بيفشلش. ليه؟ انت عندك اسيتس، غير كده انت عندك استراتيجي تمشي عليها من بدايه الاسيت الاسيت هو الكوريك اللي انت صنعته. لا، غير ده الستوك، الاسيتس الماشينز اللي انت جبتها. فانا ماشي على استراتيجي اللي هو ايه، انا مثلا اخدت 10 مليون جنيه اشتغلت بيهم. الاستراتيجي بتاعتي ان انا اشتغل ب 2 مليون جنيه بس في اول كوارتر، واشتغل الباقي اوت سورسنج من امم. غير اي بروفيت. يعني البروفيت بتاعي يروح للاوت سورسنج، بحيث ان انا ما احطش على نفسي الهاسل بتاع الديبريشيشن بتاع الماشينز في اول كوارتر. ما احطش على نفسي الهاسل بتاع الهيومن ريسورس، اللي انا اوظف عماله، وان انا طبعا لازم هعلم ناس كتير قوي الشغل ده. ما احطش على نفسي هاسل المكان الكبير جدا، لان انت بتحتاج مكان كبير جدا عشان تشتغل، علشان انت عندك اكتر من ورك سنتر. امم. ففي الاخر ممكن اخلي في جزء معين هو ده الكور بتاع الشغل، اخليه عندي انا. اوكي. فاهمني؟ بعد كده بتبدا معاك المؤشرات بتاعتك ان انت في انت في الطالع، فزود زود مم. شويه، زود لغايه لما تبقى توصل اسمها ايه، بريك ايفن. ممكن نبريك ايفن في وقت قصير يعني. اوكي. متوقع في قد ايه؟ بعد سنه؟ ممكن اقل من سنه باذن الله، لو عملت الاستراتيجي بتاعت فيز 3، لان انا كنت عامل اكتر من فيز. استراتيجي بتاعت فيز 3 بدايه منها انت بتبدا طب تبريك ايفن في انا اقل من سنه. انا طولت عليك يا ياسر، بس انا اخر سؤال معلش، انا بوعدك ان ده اخر سؤال. انا اخر مبسوط ان انا بتكلم معاك. اخر حبيبي. سؤالين. طيب انت دلوقتي يا ياسر، صنعت فين قبل كده؟ صنعت فين الكوريك بتاعك قبل كده؟ وصنعته في قد ايه؟ انا صنعته في مكان والدي. اوكي. تمام. واكتر من زي ما قلت لك تقريبا 13 ورشه. وفي الاخر جمعت اللحمات عندي، وكل حاجه كانت عندي في الاخر. آه، صنعته في قد ايه؟ لان انا ما كانش معايا تجهيزات وما كانش معايا اي حاجه. صنعت ال 14 في 3 اسابيع. اوكي. بس كنت شغال لوحدي ومعيش تجهيزات،
ومعيش انا معدات شايفه انا شايفه رقم قليل، انا شايفه رقم قليل. لا بلس ان انا كمان كنت بشتغل في نص اليوم مع والدي، والصبح بدري قوي في المكان لوحدي، يا اما بالليل قوي في المكان لوحدي. اوكي اوكي. انا بالنسبه، طب انت، انا عندي سؤال، في سؤال انا ما سالتهولكش. اه ده نكمل. لا هو مش، ما سألتنيش، هو نكمل نكمل الباريرز او نكمل اللي هو الحاجات اللي انت دارسها او اللي انا دارسها، ان انا ام بي اي ستودنت دلوقتي في بروكلين بزنس سكول الحمد لله يعني. ما شاء الله. طيب، عندك باريرز تكملها؟ لان انا بالنسبه لي مش شايف بارير للديبر باكت. بس انت بتقول لا ان في بارير، بس انت لو عندك باريرز ثانيه عايز تقولها اتفضل. اللي يعني لا هو بص، الفيلد ده ان انت تعرف تقسم الورك سنترز بتاعته، يس. مش بالامر السهل. ان انت تعرف توصل للاند يوزر مش بالامر السهل. اهم حاجه في البيراميد ده الاند يوزر، وده اللي انا مركز عليه. اه انا مركز على الاستراتيجي بتاعه البي تو بي، بس الفيجن بتاعتي بص على الاند يوزر، ازاي اخدم اوكي الاند يوزر وازاي اخش قطاعات تانية او اسواق تانية. اوكي. طيب، انا اول حاجه اتمنى لك انك تخلص الام بي اي في اسرع وقت. باذن الله. تاني حاجه، اتمنى لك والله كل نجاح. انا فخور ان انا كلمتك، لازم. وفخور ان احنا شرف يعني انا ليا. هحاول ان انا انزل البتشايه بتاعتك في اسرع وقت على اليوتيوب، لان هي اتس اكشلي تعتبر ان احنا بنحاول نوصل لمستثمر بالظبط. ليها. آم، فان شاء الله ان شاء الله يبقى في حاجه حلوه. فسو باذن فار الله. انا مبسوط، وشكرا يا ياسر. حبيبي شكرا ليك. شكرا يا صديقي، معلش بقى سلام. طولت عليكم جميعا. خالص 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 حبيبي. خالص.